انا برسم ايه حوالين الشيب اللي انا عايز اشيله كده بشكل كروكي جدا، وارجع على اول ما بدات واسيب هوب سلام عليكم. فين بقى الريموف تول نفسها اللي اتضافت جوه الفوتوشوب حديثا؟ موجوده عندنا مع السبوت هيلينج براش تول اللي موجوده قبل كده. في حاجه اسمها فايند ديستراكشنز، بيديني تو اوبشنز، يا اما وايرز اند كيبلز اللي هو هنا عندنا في الصوره بتاعتنا وايرز اند كيبلز، او بيبل. وكل اللي عليا هدوس عليها كده بس. هو دلوقتي بيفهم الصوره صباح الجمال، لا شلك دنيا يعني، نضف لي الصوره بشكل كبير. التاورز بتاعتي دي بقى سهل جدا ان انا اشيلها دلوقتي بالريموف تول نفسها. اخترت الريموف تول، تعالى مثلا انا عايز اشيل التاور اللي هنا ده كده، ببدا ارسم بشكل كروكي كده، وهناخد معاه التاور اللي ورا ده كده، وارجع على الاول خالص. فبلاقيه هو قام كمل لي السلكشن، بيبدا يشيل. اوبا صباح الفل. الريموف تول بقى هي وظيفتها كده، انت بترسم حوالين الشيب اللي انت عايز تشيله، الحاجه اللي انت عايز تشيلها، وهو بيتعامل. سلام عليكم. بس برضو نقطه مهمه، هي فكره ان انا اي لير انا عملته دلوقتي او اي نتيجه انا شلتها في لير منفصل، وده لان انا في عندي اوبشن هنا فوق كرييت نيو لير، اللي هو اي حاجه بعملها في خطوه بتبقى لير لوحدها. وبرضو ما تنساش الاوبشن بتاع سامبل اول لايرز، يستحسن عشان ما تتلخبطش بعد كده، او ممكن تنساها ان انت ممكن تكون مش شغال على لير واحد، لا انت تكون شغال على اكتر من لير وعملت تعديلات في الصوره بتاعتك. فلو انت مش مفعل الاوبشن دوت، فهو بيستخدم او بيفهم اللير اللي انت واقف عليه، مش الصوره ككل، مش كل اللايرز مع بعضيها.